السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. جايلكم النهارده باكله بتشهي واكله، يعني اول مره تطلع معايا بالجمال ده. بجد 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 اول مره تطلع معايا بالجمال ده. يلا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. وقبل ما تكملوا الفيديو وقبل ما تقدموا الفيديو وتروحوا تشوفوا الشكل النهائي في الاخر اعملوا لايك ونوروني واشتركوا معايا في القناة. وسيبوا لي كومنت حلو كده، دعوة حلوة، او صلوا على النبي في الكومنتات. وبحبكم قوي. ويلا يلا نبدأ الفيديو. هنا جبت كده حلة. طبعا انتوا عارفين ان انا هنا في السعودية ما عنديش غير حلتين، ما ماشية حالي بيهم الشهرين اللي انا قاعداهم، عشان احنا اصلا ماشيين يعني. تمام. كده خرطت بصلة، جبت بصلاية كده حلوة يعني كبيرة. قطعتها كده آه قطع صغيرة. حطيت زيت في الأول، بعد كده نزلت بالبصلة. ونصيحة يا جماعة، علشان البصلة ما تخليكوش تدمعوا أو تحسوا بحرارة البصلة وانتوا بتقطعوه. اعملوا خلوا الزيت، يعني سيبوا الزيت على النار الأول، يعني اللي هو الزيت يطشطش كده، او يعمل، او يعني الزيت يقدح شويه. بعد كده خرطوا البصله فوق الزيت، وهو ايه يعني مش لدرجه ان هو يعني يعمل طشطشه كده ويبهدلكوا، لا. اللي هو يسخن بس شويه، يعني ايوه يسخن الزيت، يعني يسخن بس شويه، حاجه بسيطه كده. وبعد كده خرطوا البصله فوقيه. طبعا هنا ما عنديش مبشره، طبعا انتوا عارفين ان انا هنا ما عنديش مبشره. فحاولت اقطع الجزر يعني يعني زي ترانشات، يعني شرايح صغيرة كده، او شرايح رقيقة، يعني علشان يعني احاول ان انا اعمل زي المبشرة ما بتعمل، لان انا هنا طبعا ما عنديش مبشرة. وما بستخدمهاش كتير، يعني ده اكلة دي مثلا اول اكلة احتاج فيها ان انا استخدم المبشرة. فاكيد طبعا انا برضو زي ما قلت لكم انا ماشية، مش هجيب حاجة في مكان مش بتاعي. ف قطعت كده الجزر شرايح اللي هي تستوي بسرعة، وكمان يعني تبقى عملنا عمل المبشرة، يعني زي ما المبشرة بتاعتنا. نزلنا كده جبت كمان جزراية، يعني حسيت ان دي قليلة. والاكلة دي بصراحة يعني انا بحب حتة الجزر دي كده تطلع لي في الاكلة دي كده، او في الرز ده وانا باكل، او في الاكله دي كده وانا باكل. بحب اشوف قطع الجزر دي بصراحه. هنقلب هو، يعني هنسيبهم ياخدوا كده ايه، تشويحه كده، تشويحه بسيطه كده. كملوا معايا الفيديو للاخر، هيعجبكم قوي قوي قوي، وهتحبوها قوي قوي. وجربوها بالطريقه دي، هتحبوها جدا. جربوها بالطريقه دي. طب ايه هي الاكله يا ستي؟ ما تقولي لنا ايه. كبسه يا جماعه، كبسه، كبسه سعودي، كبسه. في ناس بتعملها بلحمه، وفي ناس بتعملها بفراخ. انا بحب اعملها، انا النهارده بعملها بفراخ معاكم في الفيديو هنا. انا بعملها بالفراخ. انا يعني احنا ميالين للفراخ اكتر، احنا مش بنحب اللحمه قوي، فاحنا ميالين بصراحه للفراخ اكتر. فعملتها بالفراخ. تمام. هنا جبت زبيب اسود. آه انا كنت عايزه بصراحه اجيب من السوبر ماركت اللي هو الحجم اللي اكبر من ده، ولكن ما لقيتش بصراحه، فجبت ده كنت مدياله كده تشويحه في الزيت، وبعدين نزلت بيه فوق الجزر والبصل. بعد كده حطيت بهارات فراخ، ركزوا معايا، بهارات فراخ ومعلقه كركم، وسبتهم بقى ياخدوا يدوا مع بعضهم كده في الزيت، تشويحه كده. وحطيت كمان عود، او يعني واحدة قرفة، عود قرفة، القرفة اللي هي اعواد. وبعد كده بعد ما الكلام ده كله اتشوح مع بعضه كده في الزيت، نزلت بالفراخ. وبرضو الفراخ واخدة صدمة، واخدة تشويحة، مديالها اللون الخطير، اللون الذهبي الخطير اللي انتوا شايفينه ده.
طبعا بقى نضفنا البوتاجاز، فقلنا لازم بعد التنظيفة دي نوسخه تاني. لازم بعد التنظيفة العميقة اللي احنا عملناها للبوتاجاز دي، فقلت لازم نعمل بقى أكلة حرشة كده نوسخ بيها البوتاجاز تاني، يعني أكيد مش هنسيبه نضيف يعني. الحاجة الوحيدة اللي ما بتقعدش نضيفة خالص هي البوتاجاز، فلازم ايدك فيه أول بأول يوميا بعد ما تخلصي أكلك وطبيخك وحاجتك، تروقي عليه كده علشان ما يروقش هو عليكي بعدين. تمام تمام، يلا بينا. بعد ما نزلنا بالفراخ، والفراخ دي انا كنت مديالها صدمه ومديالها تشويحه كده، مديها لون ذهبي جميل. هنجيب ميه مغليه، تغليها بقى في الكتل او غليها في اي حاجه، المهم ميه مغليه تروحي نازله بيها على الفراخ والجمال اللي احنا عملناه ده كله. بتظبطي ملحك، وكمان نزلت بورقتين لورا، ورقتين من اللورا، ونزلت كمان ب كام واحدة قرنفل، وهغطي عليها لما الفراخ تبتدي تدخل في السوا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا الحلة دي الغطا بتاعها فيه خروم، الخروم دي او الاخرام دي يعني بتخلي السوا بطيء شوية، او بتخرج البخار اول باول، وانا عايزاها تتكبس، انا عايزاها مكبوسة او مكمورة كده، اللي هو البخار بتاعها فيها علشان تسرع لي السوا. والحاجة لما بتبقى معمولة على البخار او بخارها مكتوم فيها، بتبقى الاكلة بصراحة ملهاش حل، وبيبقى الرز مفلفل، وبتبقى الحاجة سواها خطير. فجبت منديل كده اللي انتوا شفتوه ده، وثبته فوق الخروم دي، منديل يعني سميك شوية، وثبته فوق الخروم دي بمعلقة. سبكته دي الاكل مأثر عليا قوي. المهم، فغطيت المنديل غطيت الخروم بالمنديل. مش عارفه انا بقول ايه والله. ماشي، وثبت المعلقه فوقها فوق المنديل علشان تفضل المعلقه مثبته المنديل ما يطلعش البخار. بعد كده فتحت عليها وضفت رز بسمتي، بس بسمتي اللي هو الابيض مش الاصفر، مغسول كويس، وحطيته. وهغطي تاني، ما زودتش اي بهارات، ما زودتش اي حاجه تاني، وهغطي بقى، وبرضه هحط المنديل تاني يكتم البخار، وهثبته بالمعلقه، عشان الحله دي الحاجه الوحيده اللي انا مش حباها في الحله دي. ندخل بقى على الحاجه اللي ما ينفعش الاكله دي تتعمل من غيرها، يعني الاكله دي ما ينفعش يبقى جنبها اي حاجه تانية غير دي، اللي هي ايه؟ سلطه الدقوس. سلطه الدقوس انا عملتها بدون المكون المفروض الاساسي بتاعها، اللي هو ايه؟ اللي هو الشبت والكزبره الخضره. آه، لان ما كانش عندي. بس طبعا الاكله دي ما تنفعش من غير سلطه الدقوس، فمشيتها بالمكونات اللي موجوده عندي، مش هنوقف نفسنا. زي ما قلنا مفيش حاجه تقص علينا، مفيش حاجه توقفنا، مفيش حاجه اللي هنمشي بالحاجه اللي موجوده عندنا، وهنعمل احلى حاجه برضو بالمكونات اللي موجوده عندنا وبامكانياتنا احنا. عملت سلطه الدقوس دي بقى ازاي؟ حطيت طماطم بصل توم، وضربتهم في الخلاط مع شوية توابل، وبس كده. كانت تحفة وكانت جميلة، ظبطنا ملحها وبس كده. دخلنا بقى دلوقتي على المشروب المفضل عندي، ولو جربتوه هيبقى المفضل عندكم برضو والله صدقوني، والغني بالفيتامينات والمعادن، واللي بجد بيسند لما يتشرب كده كوباية منه قبل الفطار كده، قبل ما تبدأوا أكل، بعد ما تفطروا طبعا، بس قبل ما تبدأوا أكل يعني، ده قصدي. بتشربوا كده كوباية منه، بتحسوا إن بجد بيسند فعلا، ومفيد جدا ومغذي جدا جدا جدا. حطينا موز، كان عندي كده صباعين موز حطيتهم. ممكن تضيفي اي فاكهة عندك مع مع الحاجات دي، ممكن في العصير ده تضيفي اي فاكهة عندك، هو اساسه الموز والافوكادو. اساسه الموز والافوكادو. الافوكادو ما كانش عندي في المرة دي غير حتة افوكادو صغيرة جدا، ما كانش عندي غير حتة افوكادو صغيرة صغيرة جدا جدا جدا. تمام، حطيت بس الموزتين، وحطيت حتة الافوكادو اللي انا قلت لكم عليها دي.
وكمان كان عندي برقوق، كان عندي كمان برقوق، رحت حاطه كمان البرقوق. اي حاجه عفوا. اي حاجه عندك ممكن تحطيها، اي فاكهه عندك ممكن تحطيها. وعلى فكره طلع تحفه، طلع رهيب، طلع جميل جدا 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 جدا. اول مره كنت احط معاه البرقوق، او اول مره اصلا ادخل البرقوق في اي عصير بعمله. ولكن قلت طب ما تجربي يا بت، يعني جربي كده، حطي البرقوق كمان مع الموز والافوكادو. بجد طلع رهيب، واحسن مره عملت فيها العصير ده، احسن مره عملت فيها العصير ده. احنا ممكن نعمله يوميا على فكره على الفطار، احنا تقريبا كل مرة فطار بنعمله معاها، بيبقى تحفة وبيبقى رهيب جدا. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. كان لونه حلو قوي وطعمه كان حلو قوي، سكره يعني طلع مظبوط والميكس ده مع بعضه طلع خطير خطير خطير. جربوه، خصوصا لو عندكم اطفال كمان في البيت، هيبقى حلو قوي قوي ليهم، هيبقى مفيد جدا ليهم وليكوا بعد يوم صيام، وبعد يوم كمان لو شغل مع الصيام. فبجد مفيد جدا وحلو جدا. يعني انا قلت اضربه كويس قوي على اساس ان انا يعني ابقى يبقى جوس قوي، مش ما يبقاش فيه قطع كده، او ما يبقاش فيه حاجه فيها قطع كده. هو ده هو حلاوته في كده، انه يبقى تقيل وفي نفس الوقت مفيش فيه قطع. شوفوا لي بقى اللون، لونه على فكره في الحقيقه يعني احمر غامق عن كده. هو جاي هنا بامبا، مش عارفه ليه. الاضاءه بصراحه مش مساعداني، بس كان طعمه خطير. جربوه. يلا نشوف الجمال بقى. شوفوا لي هنا بقى الكبسة بعد ما خلصت بقى، والفراخ استوت، والرز فلفل، شايفين الزبيب الاسود ده يا جماعة؟ مسكر وحلو قوي، وطعمه رهيب رهيب رهيب. طعمه جميل قوي، انا بحبه جدا، عشان كده مكتراه، انا حاطه منه كتير. ف... فطعمه رهيب بجد. جربوه، هو او اي نوع زبيب تاني، مش شرط الزبيب الاسود يعني. ممكن تحطوا الاتنين لو عندكم الاتنين، اللي هو الزبيب التاني الفاتح شوية ده، اللي هو البني ده، او الاسود. تعالوا بقى نعمل اللوحة الفنية دي، نشوف هنرسمها ازاي، ونشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. تخيلي لما تحطي سيرفيس زي ده كده، او آه عندك ضيوف جايلك حد، وتحطي سيرفيس زي ده كده على سفرتك قدامهم. طبعا احنا هنا بناكل على الارض، احنا هنا في السعوديه بناكل على الارض. هوريكم الكلام ده والجمال ده على سفرتي هناك ان شاء الله في البيت في مصر. آه طلعت كده الاول الفراخ، هنبتدي اهو بقى نرسم اللوحه الفنيه دي. طلعت الفراخ، هغرف الرز الاول في السرفيز، هغرفه ده الاول في الصينيه دي. الصينيه دي على فكره انا بعمل فيها كل حاجه، انا بستخدمها للغرف، بستخدمها بدخلها الفرن، في لو بعمل حاجه في الفرن بعمل فيها كل حاجه. واظن انتوا يعني شفتوها معايا في الفيديوهات الشورتس، او في الفيديوهات الطويله. بستخدمها في كل حاجه، بمشي نفسي بيها، لان مش هجيب حاجه هنا خالص. هنغرف الجمال ده بقى، هنغرف الرز هنا الاول. شوفوا جمال اللوحه الفنيه بقى. هنرسم يا جماعه، بنرسم، رايحين نرسم دلوقتي، رايحين نرسم دلوقتي اجمل لوحه فنيه تشوفوها في حياتكم بجد. الرز مفلفل جميل، والزبيب روعه، بصوا بجد الاكله الاقرب لقلبي. ولا مواعين، ولا وسخنا مواعين بقى كتير، كله في حله واحده، كله في حله واحده. وهو بس السرفيس ده اللي غرفنا فيه وبس. آم، الرز مفلفل سواه طلع حلو جدا، طلع بجد زي السكر. وشايفين مفلفل بيجري، الحبايه كل حبايه بتجري ورا التانية بجد والله. جميل 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 جميل، خطيره خطيره خطيره. على فكره انا يعني بجد اول مره تطلع مني بالجمال ده، اول مره اعملها تطلع بالجمال ده، يعني اول مره تطلع بنفس ما انا يعني كنت عايزه اطلعها بالظبط. هنا بقى بنرسم اهو، بقى بنرسم هنا اللوحه الفنيه. بنظبط كده الرز علشان ننزل عليه بالفراخ، وتكمل اللوحه الفنيه. هناخد بقى الفراخ، على فكره دي فرخه واحده، وانا قسماها جزئين، انا قسمتها جزئين. هي دي فرخه واحده، انا قسمتها جزئين.
علشان يعني اعمل صورة كده حلوة، اعمل يعني شكل كده حلو. وبننزل برضو باقي الرز اللي موجود في السرفيس الصغير. يعني انا مش عارفة بصراحة، انا لساني عاجز عن الجمال ده، لساني عاجز عن الكلام عن الجمال ده. تعالوا بقى اوريكم التفاصيل والديتيلز، تعالوا بقى شوفوا معايا من قريب يعني، وقلبي والله ما متحمل بجد. تحفة تحفة تحفة. انا بجد يعني كنت اول ما اللون ده لونها رهيب، لونها رهيب يعني. اللي طلع لي اللون ده للرز او للكبسة بهارات الفراخ اللي انا حطيتها مع الجزر وهما بيتشوحوا، بجد رهيبة. نرسم بقى سفرتنا. طبعا هنا احنا بناكل على الارض، ان شاء الله اوريكم الجمال ده تاني على السفرة بتاعتي في مصر ان شاء الله. انما هنا في السعودية هما يعني زي ما انتوا عارفين ظروف السكن اللي انا فيه، فبناكل كده على السفرة البلاستيك دي على الارض. حطينا كده الكبسة، سلطة الدقوس والخيار المخلل والعصير. بصوا انا حاسه اني بقول موسيقى، انا حاسه بجد ان انا بغني اغنيه، انتوا مش متخيلين الجمال بجد. كانت اكله تحفه، رهيبه رهيبه رهيبه. والعصير المغذي المنعش اللي بجد لو عندكم اطفال لازم تعملوا لهم العصير ده. الخيار المخلل ده، انا بحب الخيار المخلل جدا يا جماعه على فكره. انا كنت عامله زيتون، وبحب الزيتون المخلل برضو. انا كنت عامله زيتون مخلل برطمان كبير كده في مصر، بس طبعا خلصته قبل ما اجي. خلصته قبل ما اجي بصراحه يعني، مع اني كنت عاملاه ناويه اجيبه معايا هنا السعوديه، ولكن ما قدرتش اتحمل بصراحه وخلصته هناك. فهنا بقى ما قدامناش غير واظن انتوا شفتوا برضو زيتون مخلل معايا، بس مش زي بتاعي بقى، مش زيتون المخلل اللي انا مخللاه بايدي في البيت، لا، زيتون مخلل اللي هو بتاع ست البيت بقى، اللي بتعملوه في البيت. اكيد شفتوه في الفيديوهات التانية. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب اكون كنت خفيفة على قلبكم، يكون الفيديو ممتع وتكونوا اتبسطتوا منه. ولو بتكملوا لسه معايا الفيديو لحد دلوقتي فانا بشكركم جدا وممتنة جدا لوجودكم. وهطلب منكم طلب صغير، ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في مع القناة. السلامة، تصبحوا على خير، وكل سنة وانتم طيبين.